السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مكملين معكم بشرح سلسلة الرياضيات. راح نفوت اليوم بالدرس الأول بالكتاب واللي هو طبيعة الأعداد. إذن طبيعة الأعداد، راح نعمل مخطط لطبيعة الأعداد بسهل إنه كيف نفهمه ونصنفه كل طبيعة مع مجموعتها. هلا شو يعني طبيعة الأعداد؟ كيف عنا الإنسان، كل إنسان له طبيعة. مثلا بتلاقي إنسان بيضحك كتير، هيك طبيعته. بتلاقي إنسان عصبي، كمان هيك طبيعته. بتلاقي إنسان بتم ينكد أو جدي أو كذا. إذا مثل ما كل إنسان له طبيعة، والأعداد كل عدد له طبيعة. راح نفوت بطبيعة الأعداد. نحن شو راح نساوي؟ كل شي نظري راح نكتبه اليوم، ممكن تنسأل عنه، وراح نحل أمثلة وبعدين بنصير يعني كيف الدرس راح يصير ينعطى. أول شي هلا مثل طبيعة الأعداد راح نكتب كل شي نظري، تمام، ونحط أمثلة على كل فكرة، ونحل الأمثلة المحلولة بالكتاب. بتم شو فقرة تدرب واختبر فهمك. هدول الفقرتين يعني راح خليهم للدرس الجاي. يعني إذا نحن راح تصير فيديوهاتنا قسم لقسمين: فيديو نظر الدرس كاملا مع الأمثلة المحلولة وأمثلة من عندي، وفيديو وهي بتكون عن تدرب، يعني أمثلة الكتاب اللي بيحطوا لك إياها تدريب مع اختبر فهمك. وبس نخلص كل درس راح نحل مسائل الوحدة تبعوته، وراح كل وحدة بتخلص نعمل لها اختبار. هيك إن شاء الله بنكون يعني كل شي عطيناه كامل حقه. هلا عندي أول مجموعة اللي هي الطبيعي. أعداد يعني إلى أنواع، كل عدد له نوع مثل ما حكيت. النوع الأول هو طبيعي. كيف بدي أعرف إنه العدد طبيعي؟ شو بيقول لك التعريف؟ تعريف العدد الطبيعي هو كل عدد موجب وبدون فواصل. مثال، مثل عندك 1، 4، 6، 800، تمام. كل عدد موجب وبدون فواصل، هاد شو بنقول عنه؟ طبيعي. إذا كل عدد كل عدد موجب وبدون فواصل شو؟ طبيعي. نجي على المجموعة الثانية اللي هي العدد الصحيح. عدد الصحيح، العدد الصحيح نفس الطبيعي تقريبا، هو كل عدد موجب أو سالب. إذا كل عدد موجب أو سالب وبدون فواصل. كيف يعني أستاذ؟ يعني -1، -5، -4 عفوا، -3، -2. عرفت شلون؟ ولكن إذا شفنا -2 بنصنفه للطبيعي، بنصنف كل مجموعة يعني كل عدد بنصنفه لأصغر مجموعة بينتمي إليه. ولكن الصحيح هو ممكن يكون سالب أو موجب. عرفت شلون؟ إذا الطبيعي هو كل عدد موجب وبدون فواصل، الصحيح هو كل عدد موجب أو سالب وبدون فواصل. هلا ما عم تنطلب منكم كطلاب تاسع، بس أنا رح أعطيها معه. لأنه بركي مثلا بالخيارات لقيت صحيح ما لقيت طبيعي، بتقول شو يعني ضربونا؟ هون الفكرة. مهم المجموعة اللي بعدها عنا اللي هي العشري، العدد العشري.
شو تعريف العدد العشري؟ هو كل عدد قسمته منتهية. يعني هو كل عدد قسمته منتهية، ويكتب بالشكل ضرب 10 أس إن. كيف يعني؟ مثال عندي 0.3، 0.5، 1.4، هذا كله 10. ليش قسمته منتهية؟ انت لحتى تعرف تصنف كل نوع، يعني كل عدد لأي نوع تحفظ التعريف. مثلا شفت عدد واحد، شو هذا الواحد؟ موجب وصحيح، معناته شو؟ طبيعي. مثلا شفت العدد ناقص 4، نعم هذا سالب وصحيح، معناته شو؟ صحيح هذا، يعني ما فيه فواصل. يعني شفت ناقص 4 ما فيه فواصل ومع ناقص، معناته صحيح. طب اللي بعده شفت مثلا عدد 0.3 قسمته منتهية، معناته شو؟ 10. وقسمته منتهية هو عدد 10. أي عدد قسمته منتهية هو عدد مثل ما قلنا 10. نجي على اللي بعده، العدد الغير 10. العدد الغير 10 شو تعريفه؟ هو كل عدد قسمته غير منتهية لكن دورية. يعني أي عدد قسمته غير منتهية، يعني مثل هون 0.3 انتهت، معناته شو؟ هذا 10. إذا الغير 10 هو كل عدد قسمته غير منتهية دوري. يعني شو يعني دوري؟ مكرر. إذا هو كل عدد قسمته غير منتهي لكن دوري، يعني مكرر. كيف يعني؟ مثال أيام بتشوف عدد 0.3، 3 هيك للأخير. إذا شوف قسمته غير منتهية دورية، 3 عم تتكرر مكررة، يعني بتم الدور. إذا مثلا متقسم من هون لبكرة بتم هيك عم يطلع معك الناتج. إذا هو كل عدد قسمته غير منتهية لكنها دورية، يعني مكررة 0.3. مثال ممكن مو تلاقي هيك 1.4، 3، 4. شايف عم يتكرر. إذا شو هاد؟ غير 10. غير 10. هلا بنجي، هلا أخذنا طبيعي صحيح 10 غير 10. هذا شو يصنف ضمن الأعداد العادية؟ يصنف ضمن الأعداد العادية. هلا هون غير عادي، الأعداد الغير عادية حكينا منرد مراجعة مشان نحفظها سوا. الأعداد تصنف إلى عادية وغير عادية. الأعداد العادية من ضمن مجموعة طبيعي صحيح 10 غير 10. طبيعي هو كل عدد موجب وبدون فواصل. الصحيح هو كل عدد موجب أو سالب وبدون فواصل. طيب العشري هو كل عدد قسمته منتهية، ويكتب بالشكل ضرب 10 قوة إن. يعني 0.3، 0.5. شو يعني هي شرح قوة؟ ضرب 10 قوة إن. مثلا بتشوف أيام 3 ضرب 10 قوة ناقص 2، رح ناخدها طبعا لقدام درس القوى. شلون هذا بينحل؟ بتحط، شوف كل ناقص وفي بالقوة 2، يعني هي فاصلة، بتحط 0.0. قديش؟ كل صفر بواحد. هون 2 معناته صفرين، تحط 3. منتهى معناته 10. عرفت شلون؟ مثال تاني، 5 ضرب 10 قوة ناقص 3. نحط 5، كم صفر؟ بدي 3. 0. الصفر الأخير بنحط قبله فاصلة. تمام؟ واضحة؟ طيب هلا بنروح على الشكل الغير عادي. قلنا الغير عشري هو كل عدد قسمته غير منتهية لكنها دورية مكرر. يعني عندي العدد 0.3 هيك كله عم تتكرر، أو مثلا 0.4343 أو 3.2 هم عم يتكرروا. هلا الغير عادي شوف شو بيختلف عن هون. هو كل عدد قسمته غير منتهية وغير دورية. هو كل عدد قسمته غير منتهية وغير دورية. كيف يعني غير دورية؟
تتكرر بس ما يعني بيكونوا هيك ما بتخلص، انه قسمته ما بتخلص بس ما انه مكررين. يعني مثال 2.1 5 4 2 مثلا 6 8 7 1. شايف ما عم تخلص بس ما عم يتكرروا، اذا هاي قسمة غير منتهية وغير دورية، اذا شو غير عادي. وبالكتاب بالصفحة 13 كاتبين لك هيك في لمبة يعني إضاءة عندها، إنه ركز على هاي الملاحظة. قايلين لك العدد بي هو غير عادي، وأي شي كان عدد مضروب فيه فهو غير عادي. بس شفت بي غير عادي، مثلا 3 بي غير عادي، 4 بي غير عادي، 16 بي غير عادي. ليش؟ بي لأنه هيك يساوي 3.14، بعدين 3، بعدين 1، يعني بتتكرر مثل هيك بس ما بتنتهي. إذا بس شفت بي خلص غير عادي. تمام. الملاحظة الثانية، هي أول ملاحظة. الملاحظة الثانية جذر 2 غير عادي. هيك حاطين لك إياها، جذر 2 غير عادي. احفظها. ليش؟ هو قديش يساوي تقريبا؟ 1.41، وبصير هون يتكرر بعده أرقام بس ما يعني مو متشابهين، إذا غير عادي. هلا هاي نظر الدرس اليوم. الأعداد تصنف عندك عادي وغير عادي. العادي له أنواع: طبيعي، صحيح، عشري، غير عشري. الغير عادي ما له غير هذا النوع. الغير عادي تكون وكل عدد قسمته غير منتهية وغير دورية. شو يعني غير دورية وغير منتهية؟ ما بتنتهي، قد ما قسمت ما بتنتهي. وبنفس الوقت غير دورية يعني ما بتكرروا الأعداد. سنشوف هون 1 5 4 2 ما في شي متكرر. أما ليك هون بالغير عشري عم يتكرروا 3 4 3 4 3 هيك عم يتكرروا. حاطين ملاحظة: البي غير عادي وجذر 2 غير عادي. لحد الآن بظن كل شي واضح. هلا كيف بيجي السؤال الامتحاني؟ هيك: حدد طبيعة الأعداد الآتية. رح نعطي مثال على كل واحد ونختم فيه. مثال مثلا 1 رح نسهله نحن، يعني مثلا 32 على 2 قديه يساوي؟ 16. 16 شو؟ صنف لي اياه من هدول: غير عادي، غير عشري، عشري، صحيح، طبيعي. نجي على التعريف. كل واحد هو كل عدد موجب. شو هاد؟ موجب وبدون فواصل. في شي فواصل؟ لا. معناتها شو هاد؟ عدد طبيعي. تمام. مثال نفسه اخي، راح نحط هاي 2. لنقول مثلا ناقص 32 على 2 ناقص 16 الناتج. نفس هاد بس حطينا اشارة. نجي على تعريفات كل عدد. في ناقص، صح؟ هو كل عدد سالب وبدون فواصل. مين هاد؟ الصحيح. في سالب ما في فواصل، معناتها عدد صحيح. وهو غالبا على هذا اذا بده صحيح ما بيجيب لك العدد الا سالب، لانه اذا اعطاك موجب انت ممكن تصنفه طبيعي. غلط شي؟ لا، مو غلط. بس هو اللي بيكتب الاسئله اكيد راح يكون فهمان هاي الفكره وعرفان شو عم يكتب، فبيحط لك سالب. يعني مو معقول يحط لك هيك ويحط لك خيارين طبيعي وصحيح. لا، اذا جاب لك هيك يا بيحط لك طبيعي يا صحيح، وغالبا هي عم مثل ما قلت لكم عم تجي سالب. شو نعطي كمان مثال؟ مثلا 3. مثلا 4 بي على 2 شو يساوي؟ 2 بي. مادام شفت بي شو؟ غير عادي. تمام، غير عادي. ده الكلام. مثال كمان رح نعطي غير عادي هون 4. مثلا 7 على 2. كيف بنقسمها؟ قلنا بالفيديو السابق، هيك مراجعات قبل التاسع. درج، قسم على الدرج أخي. هاي 7 وهي 2. 7 كم 2 فيها؟ 3. 3 ضرب 2 6. نحط قديش؟ 1. الواحد كم 2؟ ما فيها، نحط 0.. قديش 10 كم 2 فيها؟ 5. إذا شو يساوي؟ 3.5. 3.5 اضربها 10 صفر، انتهت القسمة. معناتها شو هاد؟ شوف، طلع لاحظ
بنروح على تعريف العدد العشري، هو كل عدد قسمته منتهية. انتهت ولا لا؟ بلى، انتهت قسمته ويكتب بالشكل كذا. هلا اذا مادام قسمته انتهت معناته هو عدد عشري. شلون يعني يكتب بالشكل كذا؟ تعال نحولكم اياه للشكل كذا. 5 3 ضرب 10. الفاصلة بعد كم مرتبة؟ شوف، واحدة معناته ناقص واحد. هي اسا ما عم يفهمها رح ناخدها بالقوى يا شباب. في درس اسمه قوى الأعداد رح ناخدها فيه. هلا كمعلومة يعني رح تكون هلا في إذا بعض متأسس رح يفهمها لأنه هي مرة معه 8 و7. إذا بس شفت عدد قبل الفاصلة معناتها مرتبة بالأس. شو تم عنا ما أعطينا هذا؟ أعطينا مثال. شو تم ما أعطينا عليه أمثلة؟ الغير عشري، مثال على الغير عشري. مثلا شو بدنا نحط؟ غير عشري دقيقة. مسيك هاي مثال 2/9 يساوي، قسم على الدرج. دايما بس شفت هيك قسم على الدرج. هي 2 وهي 9. ليش حطينا 2 هون؟ البسط، هون المقام. 2 كم 9 فيها؟ شو كم 9؟ ما فيها ولا 9، معناته شو بنحط؟ صفر. صفر فاصل. 20 كم 9؟ 2. 2 ضرب 9 18. 18 ناقص 20 2. شوف لاحظ رجعت نفسها. نحط صفر. هلا ما عاد نحط فاصلة بس نحط صفر. شرحنا هالحكي. كمان 20 كم 9؟ 2. 2 ضرب 9 18. كمان 2. شايف عم تتكرر. هلا إذا بتملى بكرة عم تحسبها بدها تطلع 0.222. 0.222 اعمل هيك إنه خلص هذا ما عم ينتهي الحل. إذا شو نوعه؟ شو نوع العدد هاد؟ غير عشري. ليش غير عشري؟ قسمته غير منتهية ودورية يعني عم تتكرر. هلا في ملاحظة هامة جدا، يعني بيجي طالب نير شو بيقول لك؟ استاذ طيب بركي جابوا لنا سؤال مثلا 1/3 زائد 2/5 حدد طبيعة العدد. سهل كتير. قلنا بجمع الكسور شو بنعمل؟ بنوحد مقامات. مقامات مو موحدة. مقامات هلا مو موحدة صح ولا لا؟ ايه بسيطة وحدهم. هون ضرب 5 وهون ضرب 3. الخمسة وين بتضربها؟ تحت فوق تحت فوق. يلا أول واحد مقام 15. 15. يلا 5 ضرب 1 5. 3 ضرب 2 6. قديه يساوي 11/15. بس صار هيك. إذا هلا هيك ما عاد فيني أختزله أكتر من هيك قسم. مثلا إذا طلع معك 30/15 ما بتتركه هيك. تخ... تخ... تختزل مثلا 2/5 على كذا، مثلا تقسيم 5 قديش؟ 6/3 تقسيم 3 2/1 يعني يساوي 2. في طلاب دغري على الطاير. 30 15 هي نص 30 2. إذا هي الملاحظة لمعرفة طبيعة عدد نقوم بالعمليات الحسابية ثم نقرر طبيعة العدد. يعني أنا ما فيني أحدد نوع الأعداد حتى نختزله لآخر حد. يعني هلأ مثل هيك شو الطريقة؟ توحد مقامات بتسويهم كسر واحد. الهاد مختزل خلص صار فيك تحدد طبيعته. كان كبير بتم لحتى تختزله لحتى تحدد طبيعته. تمام؟ ما هلا هيك اختزل ما فيك تقسمون. يعني قسمته رح تطلع فواصل. فهذا بتجي بتقسمه. هذا رح يطلع فواصل. عندك احتمال امرين. ان طلع هلا اذا طلعت قسمته اول شي منتهية معناتها 10. تقسمه انت هذا مثال من عندي يعني ما مو بالكتاب، ما بيجيك هيك رقم. حتى اذا جا بيجي بسيط يعني. مهم بتقسمه. اذا طلع قسمته منتهية 10. طلعت قسمته غير منتهية ودورية يعني عم تتكرر معناتها شو هاد؟ غير عشري. إذا طلعت قسمته غير منتهية وغير دورية معناتها غير عادي. وصلت الفكرة؟ إذا مراجعة سريعة قبل ما نختم البحث. طبيعة الأعداد عندي نوعين: عادية وغير عادية. العادية في عندي طبيعي صحيح عشري غير عشري. تمام. والغير عادية ما عندي غير هذا النوع. طبيعي هو كل عدد موجب. أيوة
وبدون فواصل. الصحيح هو كل عدد موجب أو سالب وبدون فواصل. عشري هو كل عدد قسمته منتهية ويكتب بالشكل A ضرب 10 قوى N. الغير عشري هو كل عدد قسمته غير منتهية ولكنها دورية، يعني عم تتكرر قسمته قد ما قسمت ما بتنتهي بس عم تتكرر، مثل هذا المثال اللي أخذناه. هلا الغير عادي، الملاحظة الأولى بس شفت بي غير عادي، بس شفت جذر 2 غير عادي. وغالبا الجذور الغير شهيرة كمان رح ناخد درس الجذور، في عندك جذور شهيرة وجذور غير شهيرة. الجذور الشهيرة تصنف ضمن طبيعي وصحيح، وطبيعي أكثر لأنه ما في جذر سالب، تصنف طبيعي. أما الغير شهيرة غالبا بتكون غير عادية، وراح بكرة لقدام بصير تميز بين الجذر اللي قسمته غير عادية والجذر اللي قسمته طبيعية. المهم بس شفت بي أو جذر 2 غير عادي، بس شفت قسمة يعني غير منتهية وغير دورية، يعني ما عم تنتهي وما عم يتكرروا الأعداد بالقسمة، معناتها غير عادي. وهيك بنكون نحن نهينا النظري كاملا لهذا الدرس إن شاء الله، وغطينا كل أفكاره وكل شي موجود بالكتاب صار ضمن هاي الورقة. وبيتم عنا فقرة تدرب واختبر فهمك. تدرب يعني شلون تجي تدرب أمثلة عن هدول الأفكار، بتلاقي بتدرب فيها شي شغلة 30-40 تمرين كلها على هدول الأفكار اللي شرحناهم. هلا أنا حطيت تمارين من عندي لحتى نرسغ هدول اللي شرحناهم، لحتى تفهم، يعني نظري بدون شي عملي يتطبق عليه ما بينفهم 100%. هلا هي تعرفة انه للدرس الاول وكل شي نظري فيه. هلا شو بيتم عنا فقرة تدرب واختبر فهمك، منحلن، واذا مر معنا شي بتمرينات ومسائل مشابه لهدول الافكار منحلها ان شاء الله. وهيك بنكون خلصنا الفيديو ودرس اليوم، وان شاء الله بنشوفكم في فيديو جديد